السلام عليكم الدراري الزوينين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الكاميله حتى هي فيها شله ما يتشاف شله ما يتسمع. اليوم غادي نشوفوا شنو تيقول الاعلام الجزائري حول التنظيم ديال كاس افريقيا. خليكم معايا ما تمشيو فين. معايا بوحنيكات اليوم غادي نديروا الرياكسيون على القيل والقال ديالو، نسمعوا شنو تيقول وندخلوا في صلب الموضوع. كل من ينظم أي تظاهرة رياضية عنده اسمع شنو غادي يقول. اسمع مزيان، اسمع، ما نخدموش العاطفه. أهداف. قال لك كل من ينظم شي تظاهره عنده واحد الاهداف. دابا المغرب غادي ينظم كاس افريقيا ولكن عنده واحد الاهداف. حنا غادي نشوفوا شنو هي الاهداف ديال المغرب من خلال هذا التنظيم هذا ومن خلال السي بوحنيكات. شنو غادي يقول؟ نسمعوا الراي ديالو. أنا متأكد أنه إقصاء المنتخب الجزائري سيكون إحدى أهداف المنظمين الغير معلنة. سمعتوا شنو قال؟ قال لك الاهداف ديال المغرب من خلال هذا التنظيم هو الاقصاء ديال المنتخب الجزائري. بحال حنا هما اللي غادي نديروا لهم تيبيخا ولا ما عرفت كيفاش غادي نديروا تنقصيهم. اشوف السي بوحنيكات الا ما عندهمش في رجليهم راه ما عندهمش في رجليهم، راه غادي يتقصاو من الدور الاول، ولا عندهم راه غادي يتقصاو في الدور الثاني، ولا ما عندهمش غادي يتقصاو في الدور الثالث وهي غاديه. كملوا. أنا متأكد أنه إقصاء هذا بغض النظر عن مشوار الفريق المغربي، يعني المشوار. هو متاكد، هو راه شواف. تقول شواف كيشوف. واش قول لينا عفاك الا ما شنو غادي يطرا غدا الا كنتي تعرف. الله وعسى. الكروي تاع الفريق المغربي ماهوش راح يكون مرتبط باقصاء الفريق الجزائري. اقصاء الفريق الجزائري سيكون هدف من اهداف المخزن في هذه الدورة. هدف من اهداف المخزن. الشكي كيخلط السياسه بالرياضه. دابا جاب السياسه الداخليه للرياضه. هذه هي الحاجه اللي مبغاش تفهمني. لعبتي كره راه غادي تربح، ما لعبتيش كره راه غادي تخسر اوتوماتيكمون. حاجه باينه عاديه. جاب المخزن الكره التنظيم مبغاش تفهمني. شنو زعما المخزن غادي يهبط غادي يشد لاربيط وغادي يقول له شوف صفر اعطيهم بيلانتي ولا هادشي اللي باغي يقول بالنسبه لي انا اللي سمعت منه ولا اللي حاولت نفهم من هذا السيد هذا. السي بوحنيكه ترجع لله، اتقى الله في نفسك. دابا هو عارف وحاس وسامع، عارف بان المنتخب الجزائري ما في يدوش. داكشي علاش كيسبق العصا قبل من الغلم. ليس رياضيا؟ ليس رياضيا؟ ليس رياضيا طبعا، لأنه غياب الجزائر أو خروجها من الدور الأول سيعتبر نجاح للدوائر المخزنية. لا بالعكس، حنا الجزائر المنتخب الجزائري خونا وحبيبنا وتيعجبنا. الا مشى من الدور الاول هي ما كاين والو، ما غاديش تبقى واحد المتعه وما غاديش تبقى واحد الدعم، واحد المتابعه من الشعوب العربيه ما غاديش تبقى بزاف، لان المنتخب الجزائري غادي يطيح. وبغينا ما يطيحش، كنتمنى ما يطيحش انا من الدور الاول باش نتواجهوا معاه حنا في الدور الثاني ان شاء الله. علاش لا؟ عاوتاني نعطيوكم نكملوا الفيديو ونقول لك شحال غادي نعطيوكم. بغض النظر عن مشوار الفريق المغربي الرياضي، أنا هذه أعتقد أنها من الأهداف الغير معلنة. هذا قال لك خاص الجزائر تطيح. الا ما طاحتش هي طيحوها ولادها، ما لعبوش زعما الكره بهذا المصطلح هذا. ما لعبوش الكره راه غادي تطيح، غادي يطيحها المغرب، غادي يطيحها المخزن. باش المغرب يبقى يتبورد في هذه الدوره هذه خاصك تعرفها السي بوحنيكات بان المنتخبات المشاركه هي منتخبات كلها قويه وتحترم. راه ما بقاش فرقه قويه وفرقه ضعيفه. جميع المنتخبات الافريقيه كل شيء عنده الكره في رجليه. لنظام المخزن في هذه التظاهرة، ونقولها يعني بكل صراحة ومتأكد منها. لا ما متفقش معك يا والله، ما متفق معك وما غاديش نتفق معك، لانك مازال كتدخل السياسه في الرياضه. باينه فيه مدفوع، هذا مدفوع ومحسوب على النظام. شي الطريقه باش كيهضر فيها، شتا داك اللي حداه كيتحرك
بحال اللي ما عاجبوش الحال هذاك اللي هداه. وما يربطوهاش بالمشوار لانه علاش؟ لانه 4 فرق اللي حتنشط النهائي من الاحتمال جدا انها نصف نهائي. احتمال جدا انه يكونوا فيها على الاقل 3 من شمال افريقيا، ومن مصلحه المخزن انه هال 3 ما يكونش منهم الجزائر. لا قالت لك بغينا الجزائر تكون باش نتلاقاو معها ان شاء الله، بغينا تكون، ولا ان شاء الله نلعبوا معكم الفينال، علاش لا؟ نعطيكم عاوتاني شي 4-0 ولا شي 5-0. غتكون شي استقاله زعما الا شديتو شي 4 ولا شي 5. ما كنظنش. ما تكونش منهم الجزائر يسمى خايف من عامل الكولسه الغير رياضيه في الغير رياضيه الدورة. يعني ستبقى موجوده مادام انه الاتحاد الافريقي لحد الان لم يصل الى مستوى من الشفافيه في التعامل مع كل التظاهرات وكل كيوجه هنا واحد التهمه للاتحاد الافريقي، بحال اللي بغى يقول التزوير والتخربيق والتغطريس، شي مصطلحات مازال ما لقيتهم باش نحطهم في المحل ديالهم. كيفيه توزيع المنافسات والاجتماعات. ايوا توزيع المنافسات راه القرعه دارت، وهذه مع هذه، هذه الفرقه مع هذه الفرقه، ولا هذا المنتخب مع هذا المنتخب. شنو بغيتي يديروا لك مثلا؟ ولا يشدوا الجزائر يقلبوا لها على شي فرقه ضعيفه يلعبوها معها؟ ما يمكنش اصاحبي. خصكم بقاو ترينيو، كلوا مزيان، نعسوا مزيان، دربوا مزيان، توصلوا حدا الجول ماركيو هكا باش تربحوا لاكان. يعني في كل مره يخرجوا لنا خرجه اللي حتى انت اللي كتخرج اخويا، هاد الخرجه ما كيخرج حتى شي واحد ما تيخرج شي خرجه من غيرك نتايا. انا مزاوق الا ما بقاش تخرج ابو حنيكات الله يرحم بها الوالدين. لا علاقه لك بالرياضه ولا تحشر انفك في السياسه. السؤال اللي يطرح نفسه، علاش هذه الدوره قعدت حتى للخريف تاع 2025؟ باينه صاحبي، باينه. الجو ما يكونش ممطر ونكونوا خارجين عطله ونمشيو نتفرجوا. داكشي علاش ساهله باينه. علاش حنا غادي نديروها في شهر 1 و 2 كيكون الشتاء والزليق والغيس والمسائل الاخرى والبرد حتى للصيف. حيت كاينه واحد القضيه مع الفيفا باش الوليدات المغاربه والجزائر والتوانسه ملي يكونوا في الانديه ديالهم ما يبقاوش يشطبوا عليهم ولا يهملوهم. داكشي علاش اختاروها في هذه الوقيته هذه بالضبط. اضيف الى معلوماتك، فهمتي؟ باش ما يبقاوش شادين حتى هما غير كرسي الاحتياط. داكشي علاش اختاروا بالضبط هذه الوقيته هذه، لانه الملاعب ما كانتش جاهزه. لا 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 لا، ملاعب جاهزه. الملاعب من دابا شهرين غادي نعطيوكم الملعب الاول هذاك اللي كتشوف فيه كله حمري. من دابا شهرين غادي نعطيوه لكم تلعبوا فيه وتدربوا فيه وديروا فيه كل شيء ان شاء الله. يعني المغرب نرجعوا لورا شويه، ماناش نبكيو على الاطلال، ولكن تم منحه شرف تنظيم هذه الدوره وهو غير جاهز. لا كاين اصلاحات. المغرب جاهز صاحبي، جاهز. نتوما دابا مولفين واحد التيرانات ديال سلك علك ديال 5000 ولا 6000 ديال الناس. المغرب بغى يدير شي حاجه واعره، شي حاجه اللي غادي يخلي العالم كله منبهر فيها. فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ راه عندنا كاين بلا ما نحسبوا، كاين عندك الملعب ديال الدار البيضاء هذو قدام بلا اصلاحات، كان عندك ديال الرباط، عندك ديال طنجه، عندك ديال فاس، عندك ديال مراكش. 5 ولا 6 ديال الملاعب راه كافيه. ولكن المغرب بغى يدير واحد التنظيم اللي تاريخي، واحد المركبات اللي غادي تكون تاريخيه، باش غادي يوجه واحد الرساله للفيفا. غادي يقول لهم شوفوا هذا غير لا كوب دافريك شنو درت ليها، عساك كاس العالم شنو غادي نوجد ليها. غادي يكون واحد التنظيم اللي خيالي. حنا منظمين ومجهزين وكل شيء، كاين بعض الرتوشات اللي قليله راه حنا غاديين فيها كنساليو. بينما كان ملفات اخرى جاهزه واصحابها كان يفتش لهم، مثلا بحال الجزائر. هو يبغى يقول لك بان الجزائر كانت عندها التيرانات جاهزه. الجزائر هو بغى يقول
الجزائر راه جاهزة وعندها التيرانات وعندها بالعمى. من لجنة الاتحاد الافريقي الاسباب الوهمية في المراحض، في ما بين العشب والجذع، ما بين الرفوف. وانت عنده ومن بعد يمنحوها للمغرب والملاعب غير جاهزة. لكن الآن احنا هذه المرحلة نفوتوها، ولكن يجب أن نكون يقظين. سواء اخويا بقى ياقظ حتى ما تنعش، خليك ديما فايق. حضي المغرب، والمغرب غادي كيتطور وغادي نسبقوكم ب 300 سنة شمسية ولا 300 سنة ضوئية، وحنا غادي وانت بقى حاضي في محدك حاضينا وربي عاطينا. البعثة الجزائرية، ويجب الدفاع عن مصالح المنتخب الجزائري في هذه الدورة بكل قوة، وعلى الاتحادية أن تقف خاصة بعد. وانت نيت اخويا دافع عليهم، انت يا نيت كتدافع عليهم زعما راه كاينه شي حرب ولا شي لطيف اخويا. اش داك هاد المسائل كلها؟ اش يدافعوا عليهم؟ غادي تمشي اللجنه والتنظيم غادي يدوز كلشي بخير. الجزائر غادي تمشي ان شاء الله في اول طياره، وغادي ترجع عاوتاني في اول طياره. صافي هادشي اللي غادي يطرا، حيت ما موجدينش الكره، ما عندهمش الكره في رجليهم. داكشي علاش. تحيه للشعب الجزائري. ضحكين انا وبوحنيكات، خليوني انا وياه مني ليه نتوما بعدو. إذا الرئيس دا منصب في الكاف والرجوع إلى هذه الهيئة، عليه أن من الآن يستعد لهذا، لأنه الكواليس لن تختفي لا اليوم ولا في العام. كيف ما شفتوا الإخوان، هذا هو التدخل ديال السي بوحنيكات. كنتمنى يعجبكم الفيديو. بلا ما نطول عليكم، اشتركوا باش يوصلكم دائما الجديد. مع السلامة.